كابتن جمال عشان تحب تقول ايه؟ البقاء لله طبعا. احنا ما عرفناش قيمة بعض كلنا الا محمد صبري مع البقاء لله. كلنا اما لقيت التجمع ده من الاهلي والزمالك والشباب والفنانين والدنيا كلها في العزاء وفي الجنازه. طبعا لازم اشكر طبعا سيد عبد الحفيظ ووليد سليمان اللي جم الجنازه، اشكرهم جدا جدا على ذوقهم، وبشكر كل اللي جم من النادي الاهلي في العزاء. انما بقول لك جمعنا زي محمد صلاح قال ومعتمد انا معاهم 100% ان لازم نبتدي من هنا. لازم الناس كلها تعرف ان فعلا احنا كلنا بنحب بعض، بس في حاجات معينه بتخش في وسطينا بتخلينا كلنا. فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على التجمع الجميل دوت. بس اي نعم افتقدنا صبري وما عرفناش قيمته الا لما انا شفت له شويه اهداف النهارده من ساعه ما مات. حاجه كبيره قوي قوي وما خدش حقه على فكره، ما خدش حقه كلاعب كوره، ولكن العزا بتاعه باين ان الموضوع ان صبري فعلا كان انسان. انا عاشرته وهو طلع معايا، هو حازم امام، كان هو حازم امام وانت أيوة. ومعتمد ومين تاني؟ كان اربعه. وتامر ومدحت تامر عبد الحميد. لا وتامر لا تامر كان اكبر لا تامر كان بس تامر لعب معاك كتير. تامر لعب تامر عبد الحميد لعب معايا، انما معتمد انا وصبري واسامه ومدحت وحازم امام طلعوا معانا. كان دمه خفيف جدا وكان راجل قوي وكان تحس ان هو ابن بلد بجد يعني. طب قول لي رايك. فقال حاجه مهمه جدا، لما يعني احنا كلنا لعبنا قصاد الاهلي ولعبنا قصاد الزمالك والدنيا كانت بتبقى جميله جدا معانا كناس مشاهير. هو قال لك في الحديث بتاعه معاك مهيب في الحلقه، قال ان انا روحت البيت في بيجو، سافرت البلد بيجو، مش حد عارفني والناس عماله تتكلم عليا وانا قاعد مبسوط. اما روحت البلد لقيت ابويا يعني قال كلمه يعني متقرنن على البلد علشان هو. فشوف قد ايه الولد كان بسيط وبيتكلم ببساطه جدا جدا. اتكلم عن نادي الزمالك. بص نادي الزمالك ده والنادي الاهلي وكل الانديه بعد ربنا سبحانه وتعالى هم ليهم الفضل كبير قوي على اسامينا وعلى حياتنا، وغيرت من حياتنا كتير جدا. فانا من هنا من البرنامج هنا مهيب، انا بعد كده اي حد كلهم على راسي، كل النجوم وكل الاعلاميين وكل الجماهير كلهم على راسي، لان صبري غير فينا حاجات كتير قوي. شفت قيمه النادي الاهلي يا كابتن جمال؟ طبعا سواء طبعا في الجنازه او طبعا في العزاء. طبعا شفت قيمه النادي الاهلي؟ طبعا هو ده النادي الاهلي. طبعا طبعا. بص يا مهيب، انا النادي الاهلي بشكره جدا وبشكر كل النجوم اللي جم واللي ما جاش برضه لانه عمل محمد صبري وكده. انا برضه عايز افكرك بعمرو فاروق، برضه كل الزملكاويه راحوا، لان الاهلي والزمالك حاجه كبيره قوي في مصر. فكل اللي جه من النادي الاهلي بنشكره، وبنشكر النادي الاهلي كمنظومه انها بعتت الراجل المدير الفني والجهاز الفني حاجه كله كبيره قوي. ووليد صلاح الدين طبعا بشكره جدا ان هو جاب الناس دي، الف بين القلوب. موت صبري الف بين القلوب. ربنا يالف بقى بين قلبك وقلب النادي الاهلي وتتكلمش عليه تاني. طبعا طبعا. خلاص انا دلوقتي بقول لك صبري غير فينا كلنا بصراحه. طيب. الحمد لله.